السلام عليكم. ولاء عبد العزيز معاكم، صاحبة ومؤسسة بكار المنصورة. كل ما يخص العناية بالشعر والبشرة من ناحية طبية علمية. سؤال النهاردة سؤال غريب شوية عن الفورمالدهايد. أنا قريت معلومة هسيبها لكم في الرسائل. في حد أو واحدة متخصصة بتقول يا جماعة الفورمالين بيخلي الشعر متحنط يومين وبعد كده بيبدأ يفك. وللأسف لقيت بعض المتخصصات ما كانتش نسبة كبيرة متفقين في ده، إن معظم مواد الفرد بيبقى فيها فورمالدهايد علشان يحنط المادة. طبعا دي معلومة بالنسبة لي غريبة جدا، والأغرب إن هي بتقول لما الشعر بعد غسلتين 3 يبدأ يتراجع عشان الفورمالين بدأ يفك. أنا نفسي أفهم المعلومات دي بتيجي منين وإزاي أنا ممكن أقبلها من عملاء عاديين، إنما إزاي متخصصة تقول كلام زي ده؟ يا جماعة الفورمالدهايد مهمته حاجتين. الحاجة الأولانية ثبات أكتر للمادة، والمهمة التانية إن هو كمواد حافظة. تمام. وبيدخل المادة بشكل أكبر في بعض الأنواع زي الكرياتين، لأن الكرياتين أجزاؤه كبيرة فما بيدخلش بسهولة. الفورمالدهايد بيعمل مساعدة في دخول المادة، أو بنقول ثبات المادة. يبقى هو ثبات مادة وحفظ ايه، ان هو بيحنط ولمدة يومين. ولو فك، طبعا ده كله كلام مش علمي خالص، لو الشعر بعد كام غسلة فك ده ممكن يكون لدرجة الحرارة ما كانتش مناسبة، كان محتاج درجة حرارة أعلى، كان محتاج تشريب للمادة أعلى، المادة كانت خفيفة على شعرة تخينة قوية. ولكن ايه الكلام ده؟ أنا مش عارفة بيجي منين. ولو عندك اي سؤال راسليني على الخاص، ويا ريت يا ريت كل عميله عندها سؤال حقيقي تتجه لاصحاب الخبره الحقيقيين. يعني لما عميله تسال ده ومتخصصه تجاوب، هي دي الكارثه. وانا المعلومه دي لقيتها من متخصصه، فأرجو من العملاء إنهم يتخيروا المتخصصات أو الدكاترة، أو زي أنت دلوقتي في مشكلة فبتروحي لكام دكتور لحد ما تستريحي لحد كويس، وبتشوفي السي في بتاعه وهكذا. ما تاخديش المعلومة من أي حد أرجوكي وتعمميها أو تنشريها. وتاني لو عندك أي سؤال راسليني على الخاص، هتواصل معاكي خلال 24 ساعة إن شاء الله.